بوتيرة متصاعدة كتصاعد الأحداث وتسارعها، وبتكثيف للمحاضرات العقائدية الرصينة التي يلقيها المرجع الصرخي، واصل سماحته منهجه العلمي وطرحه الموضوعي في التطرق للقضايا التاريخية والعقائدية في المحاضرة الثانية من بحثه الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول. إذن الذهبي يقول روى الوليد بن مسلم عن أبي عبيدة مرفوعا قال، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول روى الوليد بن مسلم عن أبي عبيدة مرفوعا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أمر أمتي قائما حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد. أخرجه أبو يعلى في مسنده. البحث الذي لاقت المحاضرة الأولى منه تفاعلا واسعا من قبل آلاف المتابعين والمراقبين والمهتمين بشأن التحقيق في روايات آخر الزمان وعصر الظهور، اتسعت رقعة متابعيها لما تحمل من دقة ورصانة وأمانة في التعامل مع الأحداث التاريخية والروايات التي لم يوفق كبار علماء المسلمين من التحليل بهذه الصورة المستساغة للمتلقي والمبسطة، حيث استطاع المرجع الصرخي وبسرعة بديهيته العلمية من كشف زيف وكذب تدليس ابن تيمية في التعاطي مع الروايات والاستقتال في الدفاع عن يزيد الفاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترم. في سيرة أعلام النبلاء الجزء الرابع الذهبي يقول: وممن أدرك زمان النبوة يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي، قد ترجمه ابن عساكر وهو في تاريخ الكبير له على هناته، على شروره وفساده، يقول له على هناته حسنة، له حسنة، على شروره وفساده له حسنة. ما هي الحسنة؟ يقول: وهي غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري عقد له أبوه بولاية العهد من بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه. التفت جيدا، ركز على هذه النقطة. ما هي الحسن عنده؟ غزو القسطنطينية. هذا عندهم هذا هو المهم، هذا هو المقياس. عندما تقرأ ابن تيمية الشيخ، تقرأ لابن تيمية للشيخ ابن تيمية، تجد عنده هذا هو المهم. عنده غزو، عنده حرب، عنده قتال، عنده إرهاب، عنده سفك دماء، عنده قطع رؤوس، عنده تهجير. هذا هو المقياس عندهم. كما أشار المرجع الصرخي لأسلوب الخلط الذي يتبعه أتباع ابن تيمية إلى الآن في تحريف الروايات، والذي يرمون من خلال ذلك الأسلوب إيهام أهل السنة وخلط الأوراق عليهم، كما عبر سماحته عن هؤلاء التكفيريين بالتيميين على حد وصفه، نسبة إلى كبيرهم الذي علمهم التدليس والتحريف والكذب.